بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ وتدابير أسرار. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين وفي صحة جيدة دايما في سلسلة تحضير حلويات عيد الفطر المبارك. اليوم يا البنات جبت لكم هذا الحلوى السهلة والسريعة في التحضير، خصوصا يعني النساء اللي مشغولين، يكونوا خدامين أو عندهم أطفال صغار للتربيه، يعني ما يقدروش يحضروا حلويات معقده. جبت لكم هذا الحلوه السهله والسريعه، يعني كي تخدمها وتطيبها ما تزيدش تعاود تولي ليها بمقادير جد مضبوطه. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو شجعوني بجام وكومنتار مشجع. وكما شفتوا يا البنات، طريقه التحضير: عندنا 250 غرام مارغرين طريه، ضفت لها كاس نقص اسبوع سكر كلاص او سكر ناعم، مغرفه صغيره فاني، ونزيد نضيف حبة بيض كاملة مع صفار بيض، حبة بيض كاملة مع صفار بيض. إمكانيات بسيطة وتحضروا كمية كبيرة. وأهم حاجة يعني هذا الحلوى ما فيهاش تعقيدات في التحضير، يعني كي تطيبها خلاص تخليها تبرد وتخبيها مباشرة. نتمنى فقط الوصفات تنال إعجابكم. نخلط هذه المكونات كامل بالباطور حتى يتجانسوا بشكل جيد مع بعض. طبعا تقدروا تستعملوا اليد او الفوي. هنايا البنات نخلط كامل المكونات مع بعض، ونزيدو نضيفوا زوج مغارف كبار نتاع الزيت، زوج مغارف كبار نتاع الزيت. وطبعا دايما كيما نضيفوا مكون نواصلوا نخلطوا. هنايا دايما نواصل نخلط بالباتور. يعني هذه الحلوى يا البنات في ساعات تكون واجده. وكذلك يا البنات في اخر الفيديو راح نقول لكم شحال من حبه، على شحال من حبه تحصلت من 250 غرام مارغرين طريه. هنايا بعد ما كامل المكونات طبعا تخلطوا مليح وتجانسوا، نستغناو على الباتور ونبداو نضيفوا في المكونات الجافه اللي هي اول حاجه 4 مغارف كبار نتاع النشا، ماشي بومبي عادي، 4 مغارف كبار نتاع النشا كيما راكم تشوفوا. ونزيد نضيف كذلك يا البنات 3 مغارف كبار تاع الكاكاو البني. انا هنايا حطيت 2 مغارف كبار بومبي، لكن زدت اضطريت باش نزيد المغرف الثالثه لانه اللون ما عجبنيش. نحب يبان الكاكاو في الحلوه ديالي. نتوما حطوا 3 مغارف دفعه واحده، انا هنايا حطيت 2 ومن بعد زيدت الثالثه راح نشوفوها في الفيديو. زيدوا مغرفه صغيره خميرة كيميائية أو خميرة الحلويات. ودايما يا البنات نخلو الكاكاو والخميرة الكيميائية. نزيدو نضيفو نص كاس نتاع الكاوكاو محمص ومرحي رقيق، نص كاس تاع الكاوكاو محمص ومرحي رقيق. ونبداو هنايا نخلطو غير بالمغرفة هاد المكونات اللي حطيناهم: النشا، الكاكاو، الخميرة الكيميائية، قبل ما نبداو نضيفو في الفرينة. وهنايا اكيد راح نبداو نضيفو 2 كيسان تاع الفرينه دفعه واحده، الكاس اللي دائما نعبروا به في وصفاتنا. ومن الاحسن هنايا نستعمل يدي باش نتحكم في القوام المضبوط نتاع الحلوه ديالي، ونحس العجينه باليد، ما كانش كيما الخدمه باليد. هنايا نواصل نخلط، وما حبيتش نقطع الفيديو على البنات اللي يحبوا يعني يحضروا الحلويات لاول مره ويجربوا هكذا باش يشوفوا كامل التفاصيل وينجحوا. اهم حاجه يا البنات حطوا الفرينه غير بالعقل، حطينا 2 كيسان دفعه واحده نخلطوهم بشكل جيد. وهنايا نزيد نضيف الكاس الثالث دفعه واحده. لحد الان حطينا 3 كيسان، نواصل نخلط نحطو 3 كيسان. وكيما سبق وذكرت يا البنات هنايا زيت حطيت المغرف كبيره تاع الكاكاو، على هذا حطوا من الاول 3 مغارف كبار. هنايا زدت ضيفت المغرفه الثالثه نتاع الكاكاو البني، وجبت الكاس الرابع نتاع الفرينه، لكن ما حطيتوش دفعه واحده، حطيت النص فقط. وبديت نخلط ونشوف الى نزيد ولا لا. وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه في الاخير. وهذا واش بقى لي من الكاس الرابع، يعني تقريبا 4 كاس تاع الفرينه. مباشرة شعلت الفرن تاعي على 180 درجة يسخن، جبت الميزان وبديت نوزن في الحبات نتاعي وزن 30 غرام. طبعا اللي ما عندهمش الميزان يخدموا عينهم ميزانهم، يعني ما كانش ما اسهل نخدموهم كرات هكذا نوزنوهم كامل وزن 30 غرام. طبعا بعد ما تحصلت على هاد الكمية كملتهم، جبت بياض البيض اللي احتفظت به في الاول نضربوه مليح، جبت كمية نتاع الكاوكاو محمص ومرحي في الخشين،
وهنايا نبدا نغمس الحلوه نتاعي في بياض البيض كما راكم تشوفوا، ونرمض الحلوه نتاعي في هاد الكاوكاو اللي محمص ومرحي في الخشين. يعني ما كانش ما اسهل، وصفه سهله. على هدايا البنات قلت لكم يعني وحده مشغوله ما عندهاش الوقت تحضر مثل هذه الحلويات السهله والسريعه التحضير. لما طيبها ما تزيدش تعاود تولي ليها تخمم كيفاش تزينها او دير لها الكلاصاج. هذه هي الحلويات الاقتصادية والسهلة كذلك في التحضير. نواصل كامل الحبات ديالي. أهم حاجة كتروا مليح من بياض البيض باش ما يرفدلكمش كمية كبيرة نتاع الكاوكاو. نرمض بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، ندخلهم يطيبوا على 180 درجة يا البنات. طبعا بعد ما نزيدو نديرو هذا الخطوة هنايا، بعد ما وجدتهم نفرشوا السنيوة نتاعنا على ورق الطهي ونتكبوا الحبات نتاعنا في الوسط. هنايا نديرو الثقب في الوسط. انا هذه الاداه اللي نحطو بها العسيله هي اللي استعملتها، سهلت لي المهمه. شوفوا نديرو الثقب غير بالعقل يا البنات، حركوا باش ما يتكسروش باش ما تكسرش الحلوه. نخدم هذا الثقوب وندخلها طيب على 180 درجة، وبعد ما تطيب نخليها تبرد ونزينها في الوسط. انا زينتها هنايا بالكراميل الشوكولا، تقدروا تزينوها بالشوكولا كذلك. الجود من الموجود، كل وحده تزين بالطريقه اللي عندها. حتى بالمعجون يا البنات نتاع المشمش راح تجي ما شاء الله. وتحصلت على 37 حبه، وزن 30 غرام، كميه ما شاء الله تذوب في اليد قبل الفم. بزاف بزاف بنينه. اذا عجبكم الفيديو جام كومونتير مشجع، واللي مازالوا ما اشتركوش في قناه مطبخ وتدابير اسرار اشتركوا في هذه اللحظه وفعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله.